أهلا بيكم في اليوم الأخير من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42. النهاردة اتعرض أهم فيلم في المسابقة الرسمية اسمه ليمبو. حاولوا انكم تبحثوا عن الاسم ده وتكتبوه على جوجل، انه هتسمعوا عن الفيلم ده لانه هيعمل صدى كبير في المرحلة الجاية. ليه بقول هيعمل صدى كبير؟ لانه بيتكلم عن اهم قضية، وهي قضية اللاجئ السوري. صحيح في افلام اتكلمت عن قضايا اللاجئين السوريين، لكن الفيلم ده بيتميز انه هو مس مشاعر كل حد موجود، مشاعر الجمهور. كان في ضجة كبيرة. الفيلم كان متنوع في الأداء التمثيلي اللي عمله شاب هنا، فنان مصري بقى يمثل في انجلترا، هتعرفوه، اسمه أمير المصري. اسمه هيسمع الفترة الجاية برضو لو حد بيحب يبحث عن الفن والفنانين. الفيلم بيتميز في التصوير والإخراج، حتى المخرج بتاعه اسمه بن، مخرج لأول مرة يخرج سينمائيا. احنا طبعا بتشغلنا قضية اللاجئين السوريين ومعاناتهم، سواء اللي هو كلهم، سواء لداخل سوريا او خارجها، كلهم بيعيشوا في معظمهم في معاناة من ساعة من اللي حصل في سوريا وانهيارها. لو حد مركز في الفترة اللي فاتت والأعوام اللي فاتت اللي حصل في سوريا وخرابها ودمرها. نلقى احنا النقطة التانية، ان احنا بنتكلم من حيث ان احنا بنمس كل قضية تتمس سينمائيا. انا شايف ان المسألة السينمائية او الافلام السينمائية بتجمع الشعوب كلها، بتجمع قضاياها، بتقدم مشاكلها، ودي حاجة بتوحدنا. يعني احنا كعرب او مصريين، الحاجة الوحيدة اللي بنحب توحدنا هي شاشة السينما، عشان نقدر قد ايه شاشة السينما والفن عموما حاجة مهمة، حاجة بتناقش قضيتنا، بتناقش قضايانا. كل حاجة فيها مهمة. ومشكلة اللي احنا مثلا ان احنا السنة دي احنا مهتمين جدا، او صناعة السينما مهتمة ان هي تتطور من ثقافة الشعوب ووعيها، وده اللي احنا بنتمناه. مش بس اللي احنا نقتصر عن تقديم الاكشن وافلام اكشن وافلام كوميدية هابطة، لا، في افلام بتتعرف من مهرجانات ليها ميول معينة، زي بتقدم قضايا المرأة، قضايا زي القضايا اللي احنا اتكلمنا عليها، قضايا اللاجئين. المهم ان احنا في الاخر بتوصل لنا رسالة معينة من خلالها بتمس مشاعرنا، او الحماس اللي جوانا بنحاول يطلع من خلال شاشة السينما. علشان ما اطولش عليكم، اهلا بيكم بقى في الدورة الجديدة بقى. نعيش بقى، يشوف بقى في الدورة الجديدة 43، تلتقي فيها مع فيديوهات تانية جديدة، ونشوف لحد ما نشوف حفل الختام يوم الجمعة بإذن الله. نشوفكم بقى على خير. أمجد زاهر، أشكركم.